أول اعتذار رسمي عن التواجد في الجهاز الفني الجديد للقلعة البيضاء. الكابتن محمود فايز المدرب العام في جهاز منتخب مصر السابق تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، تقدم محمود فايز باعتذار رسمي عن التواجد في الجهاز الفني الجديد للزمالك، حيث كان مرتضى منصور رئيس النادي قد أعلن رسميا منذ ساعات قليلة عن تواجد محمود فايز في الجهاز الفني الجديد، والذي سيقود أسامة نبيه خلفا للبرتغالي فيريرا. وفي التفاصيل اعتذر محمود فايز عن التواجد في الجهاز الفني بسبب عروض خارجية ينتظرها حاليا للعمل مع هيكتور كوبر من جديد، إلى جانب أنه الآن يسعى لتجديد رخصته التدريبية الخاصة به. وانتهى الأمر عند هذا الحد في هذا الملف، وعلى هذا وحتى الآن فإن محمود فايز غير متواجد في الجهاز الفني الجديد للزمالك.